في ناس في سنك ما مرّوش بصدمات كبيرة، اتربوا في بيئة أهدى، كبروا في أمان، اتعلموا في هدوء، فمن الطبيعي جدًا إنهم يكتشفوا نفسهم من غير خوف ويقفوا على أرض ثابتة، لكن أنت كنت دايمًا بتحاول تنجو، تحل المشاكل، تعدّي اليوم على خير، تتحمل مسؤولية من وأنت في سن صغيرة، تحاول رغم كل اللي حواليك ده إنك تفضل مكمّل واقف على رجليك، كل ده أسلوب نجاة، يعني ما كانش عندك رفاهية النمو، وده في حد ذاته إنجاز إنك تفضل واقف على رجليك لحد دلوقتي. فلازم تبقى فخور بنفسك، فخور إنك ما خسرتهاش أو على الأقل اللي باقي منها. لازم تبقى فاهم إنه طبيعي جدًا إنك تحس إنك لسه ما وصلتش، إنك لسه بتكتشف نفسك، بتحاول تهدى، إنك لسه بتتعلم تستمتع باللي موجود معاك. كل ده طبيعي، لإنك مرّيت بمراحل غيرك ما مرّش بيها. علشان كده لمّا بتنجح، بتنجح مرّتين، مرّة في إنك ما خسرتش نفسك، ومرّة تانية لمّا فعلًا حققت حاجة على أرض الواقع. إنما غيرك استغل اللي كان موجود وابتدى من أرض صلبة، وده برضه نجاح لأنه ما استخدموش في الشر، وإلا برضه كان هيعُم وهيوصل للكل. فلازم تكون واخد بالك إن المقارنة لا تصح في جميع الأحوال وخاصة في النقطة دي، لكن إحنا ممكن نتعلم منها إن النجاح مش دايما بيقاس باللي حققناه أو وصلنا له، ولكن النجاح بيقاس باللي نجينا منه. الموضوع عامل بالظبط زي العقل بالليل كده ما بيحس إن هو في مرحلة حرية. العقل بيحس بالإنجاز وقت حريته، فيبدأ يفكر ويحلل ويخطط ويحلم ويعمل كل حاجة لأنه هادي، لأنه حاسس إنه حر. لكن في الغالب لما بيجي النهار حاجات كتير قوي بتتبخر. المصريين بيقولوا كلام الليل زي الزبدة، يطلع عليه النهار يسيح. ليه؟ لأن بالليل العقل في حرية وهدوء، يقدر يعمل أي حاجة، لكن بالنهار الإرادة بتضعف والشغف بيقل والإنسان بيصدم في الواقع، فما بيحققش حاجات كتير جدا من اللي هو حلم بيها بالليل أو اللي خطط لها. بيبقى مشغول وبيدخل في مرحلة من القلق بتسمى بفجوة الانتباه والتفاعل. بيكون مشغول باللي حواليه من أصوات وناس وأحداث وكل الكلام ده، كل اللي بيكون شاغله إنه يعدي اليوم بس. لكن لو طلع النهار وانت مصمم تحقق ولو جزء بسيط جدا من اللي انت خططته بالليل، بتبقى كسبت مرتين. مرة لما ما سمحتش لأفكارك تتبخر، والمرة التانية لما فعلا حققت منها حاجة على أرض الواقع رغم كل اللي حواليك. وبكده بتكون انتصرت على نفسك وكسبت إرادة قوية، ودي بتكمل معاك في اللي جاي. فده مكسب كبير جدا. علشان كده نصيحة للشباب، لما تيجوا توعدوا بعض بحاجة بلاش وعود الليل، خلوها بالنهار علشان يكون فيها جزء من الواقع، علشان الوعد ما يكونش مبالغ فيه ولا ترجع تندم تاني عليه. خد بالك من اللي انت بتعمله، استعن بالله وافهم نفسك علشان ترتاح. الهروب مش هينفعك لو مش عارف بتهرب من ايه. سلام.